السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي. جايلكم النهارده بقى فيديو بقى يفتح النفس، كله بقى اكل بقى رز معمر كده بقى بالسمنة البلدي، طحن وتحفة. شايفين الرز عامل ازاي؟ وملوخية بقى بالطشة بقى، وسر الملوخية اللي مش هيخلي الملوخية تسقط معاكي خالص، ولونها هيخليه اخضر. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهات بنعملها توصل لكم على طول اول باول. اهم حاجه بقى في الرز المعمر ان انت تغسليه ممكن 4 5 مرات لغايه ما تلاقيه ما شاء الله الحبايه بقت بيضه كده. ده السر اللي بيخلي الرز المعمر معاكي يطلع تلاقيه فاتح. في ناس بيعملوا رز معمر تحسيه مغمق، لا السر بقى في ايه؟ ان انت تغسلي الرز كده كام مره لغايه ما تلاقي الميه بقت ايه، شفافه خالص. ونجي حاطين الملح بتاعنا، هنحط معلقتين 2 زيت ذره وبس كده ونقلبهم وشكرا. ونجي حاطينه في الفرن ومزودين اللبن وخلاص. انتوا عارفين ان انا بحب احط السمنه الزبده في الاخر، وانتوا شايفين نتيجه الرز في الاخر بتبقى عامله ازاي ما شاء الله، يعني حبايه من حبايه وريحته تحفه ولونه وشكله جميل. قلت بقى ايه، كان عندي نص كيلو لحمه وحته ماسوره كده، كنت جايه ماسكاهم بقى ايه، سلقاهم كده على النار. زي ما انتوا عارفين انا بحب احط فيهم ايه، طماطمايه، بصلايه، جزرايه، شويه ورق لورا، ملح فلفل، ونحطش ملح، فصين حبهان، ونسيبهم بقى ايه يغلوا كده مع نفسهم. كان عندي شويه مواعين كده كنت جايه غسلاهم، قلت بقى ايه اما اغسل الحوض كده عشان تبقى ايه اخلص اول باول، ما تبقاش الدنيا متكركبه معايا. زي ما انا قلت لكم قبل كده، لما نيجي نعمل حاجه مش نعمل الطبخه ونقعد، لا لا، في شويه مواعين نغسلهم، في حاجه في المطبخ بتتروق يلا بالمره كده. نحاول احنا ايه ننجز في الوقت عشان ما نتعبش ونرجع نقف وقفه تانية للمواعين، وقفه تانية لترتيب المطبخ. لا يلا ايه، سامي بسم الله كده ونصلي على الرسول، ويلا بقى ايه شويه حماس بقى كده حلوين. قومي يلا كده بطلي كسل وشوفي هتعملي اكل ايه لك ولعيالك ولحبايبك كله. زي ما انتوا خلاص عارفين ان انا بحط الرز المعمر في الفرن، وبعيد الشوايه من فوق والنار من تحت. اول ما الوش يحمر معايا بقوم جايه طافيه الشوايه وسايبه ايه النار من تحت. اول ما الرز يغلي معايا اقوم جايه مخليه الرز حاطاه على اهدى درجه حراره واسيبه. هتلاقيه ما شاء الله بينبت معاكي، الرز ما بيفرش، هتاكلي طبق رز هتدعيلي. كان عندي بقى ملوخيه خضراء، قلت بقى ايه يلا يا ملكه تعالي اعملي معايا الملوخيه. هي كده كده اصلا بتعمل معايا اجباري يعني، حتى مش عايزاها تعمل، انتوا عارفين ان هي حشر نفسها في كل حاجه. كنت بقى قطفت الملوخيه. احنا في موسم الملوخيه، بلاش نجيب بقى ملوخيه متفرزه، نحاول ناكل حاجه كده ايه تكون فريش كده عشان تاخد فايدتها لنا والعيال. لو انتوا عارفين بقى الرز خلاص اهوت، كان ما شاء الله استوى وكان خلاص بقى ما شاء الله نبت ولونه بقى حلو بقى زي الفل. كنت جايه بقى مسيحه السمنه، حد عندك سمنه فلاحي حطي، سمنه زبده حطي، تسيحيها بقى كده بالراحه. وقمت جايه عامله فتحات شويه صغيره زي ما انتم شايفين، وقمت جايه حاطه السمنه على الوش. نطلع الفرن الرز بقى على طول كده، لا احنا نستنى 10 دقايق بالظبط عشان الرز كده السمنه بقى يتشرب الرز كله، ما يبقاش فيه شويه سمنه في حته وشويه لا. لما تسيبي يعني انت عملتي الرز اهو، سيبيه 10 دقايق بعد ما حطيتي السمنه، هتلاقيه ما شاء الله معاكي مفرفر وجميل، شكله ما شاء الله اصلا يفتح النفس. انا اسهل حاجه عندي زي ما انتوا عارفين الرز المعمر. تعملي ايه؟ رز معمر وجنبه اي حاجه، لو شويه بطاطس حتى. خلصنا بقى اهوت، خلصنا بقى الرز. قلت بقى وخلصت تقطيف الملوخيه. قلت بقى اهم حاجه في غسيل الملوخيه دي تغسليها كام مره، عشان انتوا عارفين بيبقى عليها بقى متفهميش طفيليات، بيبقى فيها ايه احنا ما بنشوفهاش بالعين بتاعتنا. فلازم نغسلها مرتين 3 كده بالميه تحت الميه الجاريه. نحاول نمسك ورقه ورقه كده ايه، نمسكها نفركها بصابعنا كده كويس. انتوا شايفين اهوت غسلتها والله كام مره، وفي اخر مره حطيت فيها معلقه خل. الخل طبعا بيقتل بقى اي حاجه بتبقى موجوده في الخضار، سواء جرجير بقى، ملوخيه، سبانخ، بس ما تكتروش. زي ما انتوا شايفين بقى غسلتها اهوت كام مره، وحطيت الخل زي ما انا قلت لكم. والخل ما بنقعداش في الخل اكتر مثلا من 10 دقايق بالكتير قوي عشان ما يهريش معانا الخضار اللي احنا بنغسله. زي ما قلت سواء خس، ملوخيه، جرجير، اي حاجه اي خضار ما نقعدش فيه الخل كتير، من 10 دقايق وشكرا على كده. واخر بعد ما نغسله بالخل، يعني حطينا الخل اهوت، وبعد كده نقوم جايين عاملين له شطفه كمان بميه بس من غير اي حاجه، ونقوم جايين سايبينه بقى يتصفى. الملوخيه والله العظيم كان طعمها تحفه. جربت كام مره اجيب كده الملوخيه بتاعت اللي هي بتبقى متفرزه في السوبر ماركت ديت، لا طعمها مش زي الملوخيه الفريش. ما صدقت ان الملوخيه الفريش طلعت، قلت لا بقى ناكل بقى شويه ملوخيه فريش حلوين كده، ده الموسم بتاعها اصلا. احنا في اليوم دوت كنت صايمه. انت صايمه ليه؟ ما انتوا عارفين بقى اللي فيه 6 ايام اللي هما من شوال بعد رمضان. قلت بقى ايه الواحد بيتسلى كده، ياخد يوم ورا يوم كده ايه، ناخد الاجر والثواب بتاعي يعني.
كان عندي بقى شويه بلح، ما كانش فيه اي مكسرات، قلت بلح وماله هينفع في الغرض يعني ايه، نكسر صيامنا على البلح وخلاص. مسكته الاول بعد ما كسرته، لازم تغسلي البلح قبل ما تزودي له الميه والسكر، تغسليه مرتين كده تحت الميه الجاريه، وبعد كده تقوم جايه عامله ايه، تقوم جايه بقى مزوده له الميه والسكر والمكسرات اللي عندك. الملوخيه كنت خلاص بقى سبتها تتصفى. انا بقى ما كانش عندي وقت ان انا مثلا احطها مثلا افرش تحتها قماشه واسيبها شويه تحت المروحه او في البلكونه تنشف، لا انا صفيتها كويس من الميه اللي فيها، وامسكها بقى اخرطها بالمخرطه. انا ما بحبش اخرط الملوخيه في الكبه ولا في الخلاط، لا ما بتعجبنيش صراحه. بعملها على ايدي كده، بسمي بسم الله بقى، وأقوم جايه ماسكاها بقى ايه، عاملاها كده بالمخرطه. في حاجه تانية كمان بقى بتخلي طعم الملوخيه تحفه، هاتي فصين توم قشريهم واعمليهم وخرطيهم وانت بتخرطي الملوخيه. ازاي يعني؟ يعني ارميهم وسط الملوخيه الخضراء اللي انت بتعمليها بالمخرطه، وقوم جايه ايه، عاملاها كلها ببعضها كده، هتاكلي ملوخيه تحفه. ني في ني، يعني التوم اهوت موجود اصلا وسط الملوخيه اللي انا فرمتها دي بالمخرطه، بس ما هوش باين لاني خلاص فرمته. الرز كان خلاص اهوت ما شاء الله، طعمه كان تحفه. جربوا طريقه الرز المعمر بتاعي بكل التفاصيل اللي انا بقول لكم عليها، هتاكلوا رز معمر مفرفر، حبايته ما شاء الله منبته وبيضه زي القشطه، طعمه حلو، السمنه فيه مظبوطه، شايفين اصلا هو شكله ما شاء الله يفتح النفس. خلاص بقى اهوت بقى قلت ايه، اعمل بقى شويه الملوخيه. جبت شويه شوربه من شوربه اللحمه، حطيتها مثلا بقى في حله اللي انا هعمل فيها الملوخيه او في صينيه او في اي حاجه. اول ما غليت نزلت بقى ايه بالملوخيه. اهم حاجه تقعدي تقلبي كده مثلا بشوكه بلاش معلقه، عشان ايه، ما يبقاش فيه تكتلات في الملوخيه. تحاولي تربيها كده عشان تبقى يعني ايه، ما تبقاش فيها كتل، تبقى ما شاء الله ايه كلها قوام واحد، لغايه ما تلاقيها خلاص هتغلي اهي. اقوم جايه بقى ركناها على جنب، وهقول لكم على السر اللي مش هيخلي الملوخيه تسقط معاكي. السر ايه؟ اشتركت في زي ما انتم شايفين اهوت، قعدت اقلب بيها فيها لغايه ما غليت. اقوم جايه بقى سايباها بقى حطها مثلا على عين تانية بس ما يكونش قايده عليها النار. هنعمل بقى الدقه اللي هتخلي الجيران يخبطوا عليكي يقولوا هاتي لنا طبق ملوخيه والنبي من حلاوتها. هتحطي معلقه زيت، عندك معلقه سمنه زبده، هتفرق في الطعم بتاعها قوي قوي قوي، هتخلي تست الملوخيه لا طعم. انت عارفين اصلا السمنه الزبده والسمنه البلدي او الفلاحي بتدي نفس للاكل تحفه. انت مثلا ما بتحبيش السمنه، خلاص زيت ذره وخلاص. نزلت بقى بكم فص الثوم، مسكتهم الاول دقيتهم كده، ونزلت على ايه عليهم على معلقه السمنه والزيت، وقعدت اقلب. اهم حاجه ما تسيبيش الثوم وتروحي بعيد، لان الثوم ما شاء الله في لحظه بتلاقيه ما شاء الله يعني باظ منك، لا فانت طول ما انت واقفه كده قلبي. التكه بقى اللي هتخلي بقى ريحه الثوم تحفه وريحه الملوخيه حلوه قوي، هي معلقه الكزبره وربع معلقه من 7 بهارات، يعني مش كزبره ناشفه بس، لا ربع معلقه من 7 بهارات، وتحمصيها على النار بقى كده وهي الثوم، هتشمي الملوخيه تحفه ما شاء الله. والله العظيم كانت ريحتها ما شاء الله جميله، وطعمها كان تحفه. اللي مش هيخلي بقى الملوخيه معاكي تسقط ايه، اللي احنا ما نغطيش الملوخيه بعد ما نعملها. يعني خلاص اهوت هننزل بالثوم بقى على الملوخيه وخلاص وشكرا كده ونقول هيه زي ما كانت ماما الله يرحمها قولي هيه اشهق ايه يا ماما على الملوخيه، لا قولي عشان ما تسقطش هو مش السبب اللي احنا ما بنشهقش على الملوخيه، السبب اللي احنا بنغطي على الملوخيه. شايفين بقى الجمال بقى، شايفين والله العظيم طبق ملوخيه عامليه بنفس الطريقه بتاعتي ديت، بصي تحفه، هتلاقي هتشمي طعم وريحه، وبصي هيرجعك لايام زمان اصلا. اهم حاجه ما نغطيش، احنا خلاص خلصنا الملوخيه وهتاخد غلوه وهندفع عليها، وما نغطيش، هتغطي هتلاقي ما شاء الله بقى شكرا كده الملوخيه سقطت. قلت بقى ايه اما نروق بقى كده على العيال بقى كده واحنا بنعمل الاكل ونغرفه، نعمل لهم بقى ايه شغل مطاعم بقى. احنا بنروح ناكل طبق البرام دوت في اي مطعم اقل حاجه 35 جنيه. شوفي بقى اصلا الموضوع اصلا ما كلمش معانا، ما كملش 10 جنيه اصلا. اهوت بقى انا حطيت لهم بقى في شويه البرام دوت، وحطيت بقى لاختي مليكه ايه شويه صغيرين في البرام الصغير دوت بقى ايه، انا عارفه هي هتقعد تلعب كده، لا العبي في جنبي بقى يا حبيبتي. خلاص بقى هنا اهوت خلاص ما شاء الله قوامها تحفه. حابه الملوخيه تبقى اتقل من كده ما تزوديش الشوربه قوي، انا بحبها وسط، ولا تقيله ولا خفيفه. ايه رايكم بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ استفدنا ايه بقى؟ استفدنا اللي احنا ما نغطيش على الملوخيه، والرز زي ما قلت لكم اهوت نقد الشوايه بتاعته نغسله كم مره عشان الحبايه تبقى معانا بيضه وزي الفل. واول ما الوش بتاعنا يلا بقى بدنا نغرف الاكل، سمي بسم الله بقى كده، والف انا بشوفها اللي كان ليه نصيب بياكل منه. هستناكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسونيش بقى بالتعليق والاشتراك في القناه. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.